السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وصفات لينا القبائلية. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد البطاطا كوشة تجي معسلة بنينة وسهلة وتوجد بالخف. في هاد الوصفة نحتاجو بطاطا اللي كنت قطعتها دوائر، تكون رقيقة شوية ماشي خشينة. نسحق حبة طماطم، بصلة مقطعة شرائح رقيقة، زيتون مقطع دوائر، دبشة، جامبو، الثوم، الملح والتوابل اللي هي كركم، زنجبيل، كمون، فلفل اسود، عكري. ونحتاجو مغرفة فارينة. نحط البصل تاعنا في البلا، نزيد عليه البطاطا ونضيف عليهم الفارينة، نخلطهم مليح باه تدخل كامل هذيك الفارينة في البطاطا والبصل هذاك. في لاشواق ندير حبة طماطم، نزيد عليهم دبشة، ونزيد عليهم الثوم والتوابل هادو كامل، نضيف جامبو، ونزيد عليهم طماطم مصبرة، ونزيد شوية هريسة. اللي يحب الحار اللي ما يحبش ما يديروش. نخلط كامل المكونات، نزيدو عليهم 2 مغارف زيت، نسيت ما حطيتهمش في الاول. بعد ما رحينا كامل المكونات نفرغوهم فوق البطاطا تاعنا، نزيد عليهم الزيتون، نخلطهم كامل مع بعض. لازم ندخلو كامل هذيك التتبيله في البطاطا. نديرو كاس ما صغير هذيك التتبيله اللي بقات في الاشواع، ونفرغوها في البلا تاعنا. من بعد نحكم بابي كويسون نشمخو ونغطي به البلا تاعنا، نزيدو نغلفوه بابي الومنيوم ونحطو في الفور يطيب. تكون نار قليله ماشي قويه باه يطيب في غرضه. هذيك البطاطا تاعنا بعد ما طابت جات تشهي. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وفي تفعيل الجرس فضلا وليس امرا. ما بقى لي غير نقولكم شهدكم في الجنة. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.